بقول لك ايه، هتيجي يوم الاثنين ولا هتروح تتمرن في مدينه نصر؟ لا هاجي، بس عايزك تبقى جاهز للي هيحصل فيك. ازيك يا مستر ويجو؟ عامل ايه الاخبار؟ ماشي. كله تمام؟ وحشني والله. حبيبي عامل ايه الاخبار؟ انا وحشني جدا. نبدا. ابدا يا باشا. يلا. مبدئيا كده، اخوان الفينا ضد كوكا. ده مبدئيا قبل اي حاجه، يعني عايزين نتكلم بجد. بقى بجد. نتكلم بجد. اخوان الفينا ضد كوكا. نتكلم طب. مبدئيا كده، اخوان الفينا لو لعب الماتش ده والاهلي لعب بكوكا باك شمال، تمام. يعني ممكن ما اكملش الماتش، خلاص ممكن اعرف النتيجه في الاخر، انا تمام خلاص. او اشوف اخوان الفينا جاب كام جون وعمل كام اسيست. مش لدرجه كام جول. بص مش عشان كوكا وحش، كوكا مش باك شمال. كوكا صغير على ان هو ياخد الماتش ده باك شمال وعلى اخوان الفينا، لان الواد جامد يا جدعان. الواد جامد. انا نفسي اعرف حاجه برضو بالمناسبه، يعني جون ادوارد قال له ايه عشان يجيبوا الزمالك؟ يعني انا نفسي اعرف الواد ده اقتنع ازاي بالمشروع. مش فاهم بجد. فاحنا يعني الماتش ده انا شايف ان لو اخوان الفينا لعب قدام كوكا فاحنا هنتفرج على متعه. بره بقى النتيجه كام ممكن الاهلي يكسب عادي برضو لو ده حصل، بس هنستمتع باخوان الفينا. اخوان الفينا لعيب تقيل جدا، بس والله يعني القدر والتاريخ يعني بيقول لنا ايه؟ انتوا ما بتعملوا الحركه بتاعت ان هو ياخد انذار ثالث وان هو عشان ما يلعبش ويبقى جاهز للاهلي، فبجد بتتقلب عليكم. واتقلبت عليكم في الجونه وتعادلتوا عشان انتوا كنتوا محتاجينه جدا، مع ان احنا ما بنفكرش في ماتش الاهلي، مع ان كل اللي انتوا بتعملوه طبعا انتوا بتفكروا في ماتش الاهلي. لا دي غلطه طبعا من الزمالك. لا فنيا على الورق لا، اخوان الفينا يحط اي باك شمال في جيبه. بس هو يعني اخوان بزيرة عشان اصل بابا طلع وعمل حوار بس انا عندي فكره ثانيه اصلا. احنا مش محتاجين باك شمال ولا يهاجم ولا يطلع ولا يعمل اي حاجه. احنا عايزين مساك تاني يتحط كده جنب ياسر ابراهيم وسين مرعي، نحط واحد تاني مصطفى العش او رمضان بيه. ساعتها بنسبه 30 40% انت ممكن توقف الطرد. لا وساعتها فعلا، لا انا بقول لك ساعتها ممكن جدا اخوان الفينا. خلي بالك برضو اخوان الفينا من اللعيبه البرازيليين، يعني بمعنى اصح، يعني طبعا دي معلومه ما كانش حد عارفها خالص ان هو برازيلي. مشكلته بقى اللي انا اقصدها ان هو برازيلي، ان هو مزاجنجي. يعني هو اول الماتش لو اتقدر والباك شمال بتاع الاهلي عرف يرخم عليه، اكتاف زحليقه اي حاجه، المهم يقدره. لو عرف يعمل ده اول 20 دقيقه بس، اخوان الفينا خرج بره الماتش. ممكن اخوان حاجه بيزيرا خرج بره الماتش ممكن حاجه ثانيه بجد. هو ياخد له خبطه يطلع بره، ناخد طرد ونلعب بقى عادي. نلعب كده 10 قدام 11، بس طبعا اللي هينزل نلعب بقى بجد. موافقك طبعا. انا لو مكان الاهلي هعمل كده. خلي بالك برضو من حاجه، التعادل مع الجونه اللي حصل هو انا فاهمك ان هو كترتيب دوري انتوا كده رجعتوا، لو كسبتونا الماتش الجاي خلاص تقريبا هتبقى الدنيا، انتوا هتبقوا اصلا اعلى مننا في النقط لما تكسبوا الماتش المؤجل بتاعكم. بس هي جت في صالح الزمالك في نقطه في تاريخ الزمالك عامه، لما بيخش ماتش الاهلي مضغوط بتلاقي منه مرجله، لكن لما الزمالك بيخش ماتش الاهلي انا تمام وداخل بقى انا متصدر وفرق نقط، لا الاهلي هيكسب. ده اللي انا شايفه في الزمالك عامه. فاللي حصل ده عارف زي ايه؟ واحد مسك الزمالك كده، لا بقول لك ايه، صح هو كده معانا، لان احنا لعبنا ماتش الجونه حلو. احنا ماتش الجونه ما كناش وحشين، بس هو حرفيا قلم على الوش جون في اخر الدقايق، خلاك تتعادل، خلاك تحس ان انت مهما عملت لسه البدري يا باشا على انك تحتفل وتقول الزمالك والاهلي بيهبط والدربيك اللي كان بيتقال ده. انا مش فاهم، بنستعجل وبنروح وفي الاخر بتضغطوا على اللعيبه بالحركات دي اساسا. فتعادل الجونه ده ممكن تقلبه لصالحك، ان هو قلم على وشك عشان تفوق عشان تلعب ماتش الاهلي بقى صح، لانك على الورق وفي اللي بيحصل الفتره اللي فاتت الزمالك فايق عن الاهلي بكتير. فانت يا باشا محتاج ان انت تستغل اللي حصل ده لصالحك، مش تحبط منه. ما تنزلش ماتش الاهلي ركبك بتخبط في بعض، لسه الدوري طويل، ولو الاهلي كسب لسه الدوري طويل. لكن اهم حاجه ان انت تبقى فاهم ان انت بتضحك على ايه. انا عايز اعرف انت بتضحك على ايه. لو الاهلي كسب ده لو يعني ده لو يعني يا جدع الزمن. ما خلاص يا نجم بقى خلاص. المهم يعني عبد العزيز النظر لينا حساب هنصفيه بعد الحلقه. المهم ان الزمالك لو قادر يستغل تعادل الجونه ده لصالحه، هنشوف بقى ماتش زي الماتشات اللي فاتت ما بين الزمالك والاهلي، اللي هو مهما كان انت سكوادك اتقل وانا سكوادي اضعف، لا انا هبقى واقف قدامك وهسترجل، اللي هي من الاخر الزمالك بينزل رجاله في الملعب. هي دي اللي انا مستني اشوفها في ماتش الزمالك والاهلي الجاي. بص انا ضدك في ده اتفضل يا فندم. خالص. يعني انا شايف ان الزمالك لو كان كسب الجونه
كان هيبقى لسه ليه افضليه في النقط، بقى هو اعلى. حتى لو الاهلي كسب حتى الماتش المؤجل كان الزمالك برضه هيبقى فارق النقطتين دي. بس احنا جاي نرجع برضه نفس اللي حصل قبل كده في 2019، ان الزمالك بكل بساطه لما بيجي الاهلي جنبه او بيجي الاهلي جنب اي حد متصدر رقمهم بتخبط. فانت كده دلوقتي الاهلي لو كسب الماتش اللي جاي هيبقى فرق بينه وبين الزمالك نقطتين. ان شاء الله نكسب الماتش اللي هو الفاصل ما بيننا لما انتوا تريحوا اسبوع، يبقى احنا كده كسبانين فرق واحد. يعني لينا سوري، يبقى احنا كده فارقين ببونت. فانت كده كده الاهلي بالنسبه لك ان هو يكسب بفرق نقطتين هو رعب لاي حد، سواء بقى الزمالك او بيراميدز اللي شفناه السنه اللي فاتت. مش بتكلم على الزمالك بس، اي حد متصدر الدوري الاهلي خلاص بيقرب، الاهلي بيضغط حتى لو مفيش فرق ماتشات. هو خلاص بقى تلاقيه بيتعادل بقى مع اسمنت السويس، ولا تلاقيه بيخسر بطريقه غريبه. فهي انا شايف عكسك كده خالص، هو الزمالك كان محتاج يكسب الجونه عشان يخلي اماله اكتر بكتير جدا ان هو يتعادل. بس مؤخرا الزمالك لما بيتحط تحت ضغط قدام الاهلي بيسد. مؤخرا اخر كام ماتش، شوف كده اخر كام ماتش كنا نازلين مضغوطين من الاهلي والاهلي راكب نفسيا والحاجات دي كلها، تلاقي الزمالك بس فجاه في هو الماتش دلوقتي الاهلي مش راكب نفسيا. كده انت الاهلي راكب عندك، نفسيا، كده الاهلي نازل يكسب يتصدر رجع تاني. لا كده هو الاهلي رجع الاهلي تاني. جاي لك من سوء حظ وتوفيق وعدم لعب اصلا كوره في كام ماتش الاولاني. فهو الاهلي راجع، بس هو مش احسن حالاته. اه يعني احنا طبعا مثلا مش داخلين زي اي ماتش الاهلي داخل عارف ان هو انا هخش هكسب الزمالك. صح، بس هو الاهلي على مفيش الورق قدام الزمالك اقوى كلاعب كلاعب. من اول الدوري كسكواد. الزمالك. طب كسكواد كسكواد لو الاهلي. لعبنا بجد الاهلي الاهلي يعني مش هنتكلم بس في هي دي كده. النقطه اللي بكلمك فيها. صح. بس نقطه بقى، واللي اتفرج على ماتشات الزمالك اللي فاتت فاهم انا هقول ايه دلوقتي. دونجا 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 هو اهم لعيب في الزمالك دلوقتي. احنا لعبنا ماتش وادي دجله من غير دونجا ولعب مكانه سيف فاروق جعفر، خسرنا. ابسط حاجه هقولها، خسرنا ماتش وادي دجله، وطبعا كانت مهزله في نص الملعب. يعني ماتش الجونه اللي فات خرج بس من الملعب، يعني طلع دخل فينا جون وتعادلنا، ولو كنا كملنا 5 دقايق كمان كنا هنخسر. فهي دي قيمه دونجا حاليا في الزمالك. دونجا الفتره دي هو اللي شايل الزمالك، هو اللي شايل خط وسط الزمالك، بالذات ان مفيش حد جنبه، مش حد مش موجود. فاللي جنبه عبد الله السعيد ادواره هجوميه اكتر، جريه في الملعب. شابوه طبعا عبد الله السعيد على كل اللي هو بيعمله، بس يعني برده في الاول وفي الاخر الورك ريت بتاعه مش هيبقى زي محمد شحاته مثلا في الملعب او حد اصغر منه في السن. فدونجا لوحده لا يعني كساحه الغام في وسط الملعب. فلو ده الاصابه مأثره عليه، نفسيته اتهزت في الماتش، جمهور مثلا قال حاجه، غلطه الجمهور زم عليه وجمهور الاهلي عمل حاجه ايا كان، دخل دخله غشيمه خد انذار في اول الماتش، الحاجات دي لو دونجا اتاثر بسبب الحاجات دي احنا مش هنشوف مكسب في الماتش ده. من اهم اسباب الزمالك ان هو يكسب الماتش ده ويقدم اداء حلو ان دونجا يبقى فايق. دي اهم نقطه انا ممكن اقولها. قول. بص يعني انا مش هقلل من دونجا، مالناش دعوه بقى يعني تفكيره او طريقته كان كلاعب كفني. دونجا كويس جدا مع الزمالك، بس صدقني هو فعلا مش حاجه دلوقتي تخليك تقول ان هو دونجا هينزل يأدي في ماتش الاهلي. دونجا في اول الماتش لو حد رقصه ترقيصه ما عجبتوش هيكسره، هياخد انذار كده ريح دونجا بقى ممكن يطرد. بالظبط. دونجا اتطرد، الزمالك طرد منه اهم حد في خط الوسط، دونجا اتطرد شلنا سكور، طرد مفيش منه اهم واحد نقاش. وبتلعب ناقص فانت كده هتشيل. بالظبط. دونجا بقى فعلا يا هيكسبك الماتش او هتخسر او تتعادل، هو عامل اداء عالمي بمعنى الكلمه، او ان هو هيكون سبب في خساره الزمالك. بالظبط. فهو من الاخر ما انت كده مش مختلف معايا. انا مش ما ده اللي مختلف انا معاك، بقوله. بس فكره ان هو انت حاطط املك على دونجا رقم واحد. لا انا حاطط، مش حاطط املي، انا مش حاطط امل. انا بقول احنا لو كسبنا هيبقى دونجا عمل شغل جامد، هيكون سبب، لازم هيبقى سبب رئيسي. لكن ولو ما كسبناش هيبقى دونجا مش فايق. يعني ده انا اقصد اقول دونجا هو الرئه المتحكمه في اداء الزمالك في الماتش كله، سواء بقى فايق او مش فايق. هو هياخد له كوبري في اول الماتش كده ويجيب. ماشي. مش من مين؟ من مين؟ ممكن تقول لي من مين؟ تريزيجيه. وارد. شفت. انا بقى شايف بصراحه ان ماتش الاهلي حرس الحدود هو مكسب بطعم الخساره. اكتشفت عندك كميه غلطات في الدفاع رهيبه، الزمالك لو اشتغل عليها ولو احنا ما حليناهاش قبل الماتش فاحنا هنبقى في كارثه. 3-2 جونين بجد ما يدخلوش في خط دفاع جونه، فحوار كان صعب قوي بجد. بس ده لو هنبص لها برضه يبص لنا ان احنا عندنا دلوقتي شفنا مروان عطيه بيلعب باداء كويس جدا، اداء رجولي. تريزيجيه بدا يرجع شويه، فورمته بقت احسن حاجه. محمد شريف ربنا يعينه، بس جريديشار بدا ان هو يظهر،
بدا يشوط بقى الحمد لله، وبيشوط صح وبيرزع كور، وتحركاته في الملعب بقت كويسه. فده بيخلينا فعلا ان احنا مش هنبقى قلقانين من الهجوم قوي، بس محتاجين نظبط الدفاع اكتر. موافقك جدا في كل اللي انت قلته، فاتمنى طبعا كل عدم التوفيق لاداره النادي الاهلي في ان هم ما يلحقوش يصلحوا اخطائهم الدفاعيه قبل الماتش لو سمحت. مش لازم على ماتشنا يعني، مشوا الدنيا دي الاستفاضه. اعتبرنا بيراميدز يعني. مش انت بتقول لي الجونه؟ ففي مشكله تانية بجد، فالاهلي عنده مشكله في التبديلات. عندنا سكواد ما عنديش مشكله، بس انت لما بتعمل تبديل هو ما بيفيدكش. نزلت محمد شريف، بجد عمل كارثه هجوميه. ومشكله مش في كده، المشكله ان هو ما عندوش ندم على الكوره اللي بتضيع. اللي هو ماشي خلاص بقى. ضيع كوره تاني هنلعب هي وحشه. فاللي هو لا يعني في هدوء، في بجد لا مبالاه رهيبه جدا في التبديلات اللي بتنزل. فانت لازم بجد تبقى اللعيب اللي تنزله يفرقك عن الفريق الثاني، مش يكون هو نقطه ضعفك اصلا اللي بتخلي الفريق الثاني يعمل عليك هجمات ويقدر يكسبك كمان كده. انت شايف ايه في حاجه؟ طبعا انتوا ما عندكوش الدكه اللي تنزل تقلب الماتش. هتبقى عندكم الدكه لما يرجع زيزو وامام عاشور بالظبط. لكن انتوا حاليا مين بره ينزل يقلب الماتش؟ انت لو بدات ببن شرقي وبتريزيجيه مع بعض خلاص، مين بره هينزل يقلب الماتش؟ بص هو انا ممكن ينزل يعمل اداء كويس وما شايف ان هو لازم ما يبداش. حسين الشحات ينزل الاحتياطي يلعب كويس، ممكن هتبدا بيه مش هيديك اي حاجه خالص. قفشه برضه بره ال 18. لا معانا احنا لا. يعني قفشه هيجي في ماتش زي ده وهيظهر، انا عارف حظي. محمد شريف يا باشا ده بص ده تخصص الزمالك. انا دلوقتي بص يبقى نايم ننا طول الدوري ويجي قدام الزمالك هاتريك. بص هو ده فكرني باحمد جعفر. كان يفضل مريح يجي قدام الاهلي يجيب جول، وبعدين بيحصل ايه؟ احنا بنخسر برضه بس اشمعنى احنا ما بنكسبش في الاخر؟ هذا الفرق بقى. ماشي احرق. طب انت شايف بجد ايه مين احسن 11 تبدا بيهم الماتش ده وتبديلات؟ عندنا اكيد عندك، مش هقول لك يقول لي حط تشكيله الاهلي يعني. ما احنا كنا لسه بنتكلم على الاهلي فافتكرت بتسالني على الاهلي. انت ليه لذيذ؟ المهم التشكيل الامثل اللي يبدا بيه الزمالك الماتش ده محمد صبحي. طب يعني مع امر واقع ربنا يستر والفرط الحركه اللي عنده ده ما يبقاش عنده في الماتش ده، انه عنده يعني هو ممكن يصد كور مانويل نوير بس تبصي له الكوره على الارض يا لهوي هبص لمين؟ انا لازم العب الكوره صح جدا. مشي حالك شتت. قدامه حسام عبد المجيد يصحصح شويه عشان انا فاهم دماغه رايحه فين. يعني حسام عبد المجيد يصح رايحه مع اصحابه رايحه مع الشله بتاعته. حسام عبد المجيد كده يلعب يقدم ماتش حلو عشان يروح الاهلي. شفت انا عملت فيكوا ايه؟ قولوا بقى. جنبيه محمد اسماعيل الحته الجديده. يبقى حسام عبد المجيد محمد اسماعيل على اليمين عمر جابر هنرجع له، وعلى الشمال بنتايج. كده احنا تمام. خط الدفاع نقدر نخش كويس يعني. دونجا عبد الله السعيد عادي خالص تمام. ناصر ماهر خوان بيزيرا ادم كايد، وقدام عدي الدباغ اللي هو العادي بتاعنا. بس حط في دماغك ان شيكو بنزا ممكن جدا يبقى ليه دور مهم قوي في الماتش ده، وناصر منسي ممكن جدا يبقى ليه دور مهم في الماتش ده. ليه؟ لازم نعترف ان الموضوع مش تكتيكي بس، في حاجه اسمها نفسيه وكعب ولعيب عنده بيعرف يلعب ماتشات زي دي. فناصر منسي بيعرف يلعب الماتشات دي. ناصر منسي قدام الاهلي بيبقى عنده ارتياح نفسي مختلف عن بقيه اللعيبه. ماتش بيراميدز مثلا نهائي الكاس، هو ناصر منسي مش احسن حاجه بس بيعرف ينزل في الماتشات الكبيره دي، تحسه ما بيبقاش مستوعب ان ده ماتش كبير فهو بيلعب صح وبيلعب كويس وبتبقى الدنيا حلوه. فدول الاثنين لازم يبقى ليهم دور، ولازم يبقوا هم فاهمين ان هم هيبقى ليهم دور في الماتش فيفضلوا عايشين الماتش من اول دقيقه. لان شيكو بنزا لو نزل وهو متفاجئ ان هو هينزل الماتش ده مش هتلاقيه. لكن انت لو فهمت شيكو بنزا ان ادم كايد ده هينزل هيهلك مع محمد هاني هيتعبوا هيفرهدوا عشان انت بعد كده تنزل على الدقيقه 60 65 واخد محمد هاني ده مفرهد، لا قابل بقى قابل ايه هو مش هيحس بفرق لو نزلته من الدقيقه. لا هو محمد هاني لو لقى قدامه واحد بيجري وجامد ورجع دافع محمد هاني هيسد مع شيكو بنزا. ما انا مش منزل له رافينيا يعني، ما هو في الاخر شيكو بنزا عادي يعني. لكن هو ميزه شيكو بنزا ان هو جراي. فهي دي بقى فرهود، هي دي اللي انا عايزها بس. فدي التشكيله الامثل ودي التبديلات اللي احنا لو عملناها هنبقى لحد ما لينا
احتماليه ان احنا نكسب الماتش. نص المية. وانت بقى قول لي كده احسن 11 هيبقى عندك. نقول لك 11 نلعب بيهم. مم. يعني شوبير، من محمد هاني وربنا يستر، ياسر ابراهيم، ياسين مرعي، باك الشمال رمضان بيكم ومصطفى العش. ادوار دفاعيه بحت، ما يطلعوش خالص. دفاعيه بحت، مم. ما شايف يفكرش الواد ده؟ يعمل حاجه غير هو واقف ورا، يطلع بس كده يعني سخان كانها ويرجع. 3-5-2 او 3-4-3. انت لازم تلعب بثلاثه. زي ما قلنا خط الوسط هيبقى مروان عطيه وديانج يرحل مع الباك الشمال بقى، ولا هو مين اللي هيبقى موجود، سواء كوكا عشان او يقفل على يحط بيزيد. رمضان، يقفل في الدفاع شويه معاه. قدامهم من وجهه نظري اللي يبدا، اللي هو لازم تبدا بن شرقي، تريزيجيه، واحمد عبد القادر. صح احمد جدا. عبد القادر فايق، راجع من بعد فتره، عايز يثبت نفسه، نزل الماتش اللي فات لعب حلو جدا، فدي هتبقى فرصه كويسه. حط قدامه جريديشار، عندك تبديلاتك ساعتها بقى، ممكن يبقى في دكه كويسه، عندك الشحات، ممكن تفكر في طاهر يعني لو اتزنقت في كل الوقت، محمد شريف، وعندك برضه قفشه. فانت اختار بقى من بينهم وتنزل اللي يفيدك على حسب مجريات الماتش. وانا بالنسبه لي انا عايز اقول لك في اللي انت قلته ده كله اكتر واحد يروشني عبد القادر. حته بقى انه كان هيجي الزمالك وما راحش بعد كده راح الزمالك رجع وقالوا لعب. يا عبد القادر عايزينك تيجي الزمالك. لا يا كابتن انا لا. بحب الاهلي جدا، والحاجات دي هتخليه ينزل الماتش. انا ده اللي عايز حصل بقى. وهو اصلا اخر ماتش لعبه جاب جول في الزمالك. يعني خسر وكل حاجه، بس هو بقى بيعرف يجي يعني عرف يجيب جول في الزمالك. فهو مع يعني بالنسبه له رهبه ماتش الزمالك دي هتبقى عادية. خلاص بالنسبه له حاجه عاديه يعني وانا بلعب. وعبد القادر من اللعيبه اساسا اللي انا بحبها جدا. يعني عبد القادر ده انا كنت بتمنى ان هو يجي الزمالك لانه لعيب ستايل الزمالك اصلا. لعيب مهاري يمين حريف. لعيب شوفوا حريف. ده فانا بحب يدي عبد الكرة في القادر رجله. اصلا بره عن اي حاجه. حتى لو جاب فينا جول انا بحب عبد القادر جدا. حتى لو هو مش عايز يجي الزمالك هو لعيب ممتع يعني انا بحبه. بس عايزك تحط برضه احتماليه ان زيزو ممكن يلحق الماتش، هي 50-50، ووجوده هيفرق. انت رايك في زيزو؟ لو بدا مثلا او نزل احتياطي هيأدي؟ وده من زمان بقوله مش عشان هو راح الاهلي وانت عارف انا عارف احنا من أنا هو في عارف. الزمالك انا بقول الكلام ده. يعني اهم ميزه عنده الرفعات. ويعني رفعاته ما بتجليش وده انا بعترف بيه. زي الشيبي مثلا في بيراميدز يعني هيبقى جاي كانه باك يمين بيعمل اوفرلاب. فهو زيزو هيبقى في الحته دي لو عرف يظبطها صح في وجود مهاجمين في الاهلي هيعرفوا ياخدوا العرضيات دي هتبقى تمام. فعدم وجود مهاجمين في الاهلي خلاص يبقى زيزو مش موجود. فهي دي اللي هتشوف ان زيزو فارق فيها كورنرات بقى الحاجات دي. لكن زيزو لو احنا عملنا جيم دفاعي وقفلنا الخطوط صح فزيزو في حته ان هو يلعب بقى بين الخطوط ويرقص ويعدي ما اعرفش. وبالذات راجع من اصابه وهيبقى عليه ضغط جماهيري. فهي سلاح ذو حدين. انا ممكن القى زيزو ساعتها قلب تنين مجنح وجاب فينا جون. ده طبيعي اي لعيب رايح من الزمالك للاهلي اول ماتش ليه بيجيب جون. كهربا، امام عاشور، ده كان صبري رحيل ممكن يجيب فينا جون. بن شرقي. فدي شيء يعني لو زيزو لعب انا عارف ان زيزو هيجيب جون. ده اساسيات في الكوره كده احنا اتربينا عليها. بس انت رايك ايه لو زيزو لعب؟ انا شايف ان هو زيزو لو لعب فعلا هو هيحول كل الضغط اللي عليه ده، ان هو مش لعيب صغير، مش لعيب ما عندوش خبرات، بغض النظر عن اي حاجه، هو لعيب برضو تفكيره بروفيشنال شغال. هو هينزل كل الضغوطات اللي اتحطت عليه من جمهور الزمالك والكلام والهتافات وكل الحاجه دي هو هياخدها هيحولها في الملعب. فانا اتمنى ان هو يبدا او يبقى احتياطي بجد، ان هو هيفرق جدا مع الاهلي. طبعا انا هيخلي الجبهه تقيل هيروشنا حتى لو ما عملش حاجه. تريزيجيه اللي هو بقى له فتره بيلعب، انت عارف حتى لو ما عملش حاجه نفسيا انت بقى مركز معاه. انا خايف منه. انا عارف عايز يلعب ليه؟ عشان دونجا هيطرد بسبب. لا دونجا كان دونجا ما دام ما اتطردش بسبب امام عاشور يبقى مش هيطرد بسبب زيزو. خلي بالك دونجا المشكله الاكبر امام عاشور واللي بيقابله في وسط الملعب امام عاشور. دونجا بعيد عن زيزو شويه يعني اللي هيقابل زيزو بالتايج حاجه تعدي منه كده. دونجا خلاص بقى تعالى تعالى كده تعالى اما اعمل لقطه كده قدام جمهور الزمالك هضربك بالرصيه. بمناسبه اللقطه بتاعت الجماهير دي برضو الجماهير عامل قوي جدا في صالحنا في صالح الزمالك. ليه؟ بسبب ارتباط جمهور الزمالك بلاعيبته. لا قوي جدا وفارق جدا اكتر بكتير من ارتباط الاهلي بجمهوره. يعني ابسط مثال قفشه اخر ماتش بتاع سيراميكا ده مثلا. بص هو الموضوع ببساطه يعني بغض النظر عن اي حاجه جمهور الزمالك منظم. جمهور الزمالك عارف شويه يعني في التنظيم، مالناش علاقه بقى بالتشجيع بقى سواء هو بيفوق اللعيبه امتى ما بيفوقهاش امتى، بس هو كتنظيم احسن بكتير.
يعني يا ريت برضه جمهور الزمالك ما نبقاش احنا خسرانين 2-0 والحكم جاي علينا واحنا ليه يلا زملكاوي. يعني اتمنى ان احنا برضه نبقى يعني الجمهور يبقى عايش ماتشات زي دي. لا عايشها شويه. زيزو يستلم الكوره مثلا، ده على سبيل المثال زيزو لعب، هو كان بيقول زومو هو ده كانت ما كنتش زومو بقى. يعني زيزو يلمس الكوره زومو، بن شرقي يلمس الكوره سقفه. بصراحه انا بحب والله هو احترام مش اقول عليه. بس اقصد يعني ان انت تبقى عايش مع الماتش. الحكم مثلا في كوره اللعيب وقع، الحكم ما حسبش فاول، يا لهوي صيحوا بقى، عشان الحاجات دي هي اللي بتفرق. ايه الحاجات دي اللي بتفرق. بس اقول لك على حاجه بقى في الماتش ده، جمهور الاهلي ميزته، الميزه اللي ممكن تتقلب ليكم انتوا في الماتش ده ايه؟ ان جمهور الاهلي انا بحسه مش منظم، فهيبقى عايش مع الماتش. هتلاقي بقى دي ممكن تفرق في ماتش زي ده. جمهور الزمالك من كتر ما هو منظم ما بيشوفش الماتش بقى. احنا بنشجع، احنا ملتزمين بالهتاف، في حاجات لازم ندي فيها رد فعل، لان الجمهور بيتفرج على ماتش. احنا مش مسجلين تسجيل وحطه في سبيكر ومشغله عشان خاطر الهتافات. انت لازم تعيش مع الماتش شويه. دي مشكله الوحيده حاليا في جمهور الزمالك. يعني انا عامه مش هتكلم بقى على لقطه قفشه ولا ياسر ابراهيم ولا كل الحاجات دي. الحاجات دي اول مره تحصل في النادي الاهلي. انا اول مره اشوفها في الاهلي. ما كانت مش هنتكلم في حاجه عشان خاطر احنا داخلين على ماتش مهم. بس ممكن نتكلم في حاجه ياسر ابراهيم واللي عمله خارج وبص لمروان عطيه وقال له ازاي ده ياخد المنافسه. امال انا هنا بعمل ايه؟ مين ده عشان ياخد؟ احسن مني في ايه ده؟ بغض النظر ما ينفعش تطلع في النادي الاهلي وكل حاجه ليها حسابها، كل حاجه ليها وقتها. لا لا جاست متركز في كده. قلقان من مين عندنا يا اسطى؟ عندكم؟ قلقان من مين كده؟ مقلق من مين؟ هو ما فيش غير اخوان. ده الوحيد اللي انت قلقان منه؟ مش قلقان من حداي الدباغ؟ لا يعني يتقفل عليه. هو التاني ده انا مش عارف لحد دلوقتي. مش قلقان من ناصر منسي؟ قلقان من ناصر ماهر. قلقان من ناصر ماهر طبعا. يعني لو انا ممكن اعرف من ناصر ماهر، لكن ناصر منسي يعني خلاص، يعني لقطه وكان وهي وسقفنا واتبسطت وخلاص بقى. عدي يعني. حاضر. مش قلقان من محمد صبحي حارس المرمى؟ هيقفلها لك. مش هتعرف. انا محتاج حد يهاجم عليه بس اشوف هقلق منه ولا لا. انا بقى من عندك قلقان من، يعني انا اللي اقلق منه او اللي افكر فيه لو فايق قوي الماتش ده طبعا بن شرقي وتريزيجيه بدون نقاش. ولو زيزو لعب مش قلقان من زيزو كلاعب عشان امكانياته، على قد ما هبقى قلقان منه العامل النفسي اللي هيسببه، ان هو هيبقى عامل قلق وروشه لدفاع الزمالك. لكن لو لعيبه وامكانيات انا قلقان من بن شرقي وتريزيجيه طبعا. يعني انت مش قلقان من محمد شريف؟ انا قلقان من عينين محمد شريف. بس لكن هو محمد شريف كعبه عالي علينا للاسف، بس اتمنى يعني يبقى حاطط لينس. هيحط فيه جول صدقني. اللي هو عمله ده. عامه بجد ماتش القمه ملوش علاقه بكل اللي حصل قبل الماتش. الزمالك حلو بيلعب كوره، الاهلي وحش دفاعه وحش، ده كلام بنقوله على الورق عشان نملى حلقه زي ما انتم شايفين. انما بقى تعالوا نفكر بقى بره عن الكلام اللي انا بقوله ده كله. ماتش القمه ملوش اي علاقه بالكلام خالص. انت بتنزل الماتش ده انا حاطط كل حاجه ورا ظهري وببدا من اول وجديد. الماتش ده هو اللي هيبدا بيه الموسم، وبالذات انه جاي بدري، فما فيش علاقه لحاجه زي كده. نعرف ناس عامه بتقول ان انا اكسب الاهلي وما اخدش الدوري وبتاع. ناس مين؟ ناس يعني يطلعوا كده يتكلموا. خلاص بقى يبقى اتكلم مع بس يعني كده يعني احنا روش بس عالي عليكم. مالكم؟ كعبنا عالي عليكم. بالمناسبه دي صح فكرتني، يعني احب اقول كل سنه وكل جمهور الزمالك طيب بمناسبه الذكرى السنويه للسوبر الافريقي. بالنسبه للقضيه دي لسه في شهر 11 يا ابني. الجمعه الاثنين يا عم انت مالك القضيه؟ انت يوم ما كل ما تغلب تقول لي القضيه يا ابني. بقول لك انا في شهر الكوره بعدها انا خلصت الكوره مش رجعت تاني يا عم خلصت مش رجعت تاني.